واحدة من العيوب اللي بدأت تظهر النهارده فكرة وجود لاعب زي مروان عطية بس في الدايرة، فكرة وجود مروان عطية بس هي مش هتعمل الحماية الكافية للأهلي، والأهلي النهارده تعرض لبعض المحاولات والهجمات من الاتحاد واتحط تحت ضغط في أوقات كتيرة بسبب وجود لاعب واحد بس على الدايرة بيقوم بالأدوار الدفاعية. هنا هتلاحظ معايا إن مروان عطية في سير اللعبة هو ما اتأخرش وساب هاني وكوكا اللي يضغطوا، لا هو ساب مكانه وطلع هو يضغط، فحصل إيه؟ تمريرة في عمق الملعب اللي فاضي، محمد هاني اللي بدأ يضم من الطرف للعمق خد وقت طبعا على ما يوصل، فكان المهاجم قدر يستحوذ على الكوره. بص هنا نفس الكلام، خلاص مروان عطيه عشان هو اللعيب الوحيد اللي مسؤول عن افتكاك الكوره فبقى بيطلع ورا اللعبه بيسيب مكانه. هنا لما طلع مروان اتخلق موقف ثنائي، فاضطر ياسين مرعي انه يطلع مع الراجل ده، مفيش حد يطلع معاه، ساب مكانه، وسعت مساحه مريره برده في ظهر الدفاع تخلق حلول للاتحاد السكندري. بص معايا هنا في كره الجول للاتحاد السكندري، اتنين رايحين على كوكا، مفيش حمايه لا من الاطراف ولا من وسط الملعب، كوكا اتضربت مساحته، الراجل ده راح في مساحه خرج عليه ياسين مرعي، وسعت المساحات في عمق ملعب الاهلي، جول.